السلام عليكم. هل وزارة الداخلية ظلم صناع المحتوى التافهين؟ وهل كان الحكم بالسجن سنة وسنتين وأكثر هو ظلم؟ وليش الناس انقسمت قسمين بعد مرور شهر من صدور قرار وزارة الداخلية؟ ليش أكو ناس معارضة وأكو ناس مؤيدة للقرار؟ كل هذا راح نحكي بفيديو اليوم. بس قبل ما أبدأ المقطع أكو نسبة 95% من مشاهدين القناة ما مشتركين. اشترك عزيزي على مود نوصل أكبر عدد ممكن من المشتركين. عوفكم الحلقة؟ أذكر صار الموضوع واشتعل الموضوع أكثر وأكثر بعد إصدار مذكرة اعتقال بحق عبود سكيبة. منو عبود سكيبة؟ عبود سكيبة شاب بسيط جدا يصور يومياته وهو جاي يشتغل عماله. We, Lart, Vermin were pretty fat. Ludus to Preman, the nine. Das gevoel pool, with me hat. Whoa, me, the hand for bro, all the last time for it, no. The old pool, last, the elephant. عبود سكيبة يمتاز بالاكسنت الانجليزي لكن بدون اي لغة، يعني عنده لهجة قوية لكن بدون اي لغة. السجن عبود سكيبة بتهمة المحتوى التافه، لكن انسجن بس يوم ونص، والسبب الحملات اللي بالسوشيال ميديا اللي طالبت بالعفو عن عبود سكيبة. بعد ما طلع عبود سكيبة قال الحمد لله انه قالوا لي انت ما جاي تسوي شيء وانه المحتوى مالتك جميل ولطيف واستمر. بعد هذا الشيء اللي صار بعبود سكيبة طلعوا هواي ناس معارضين لقرار وزارة الداخلية بشأن المحتوى التافه، وقالوا انه هذا الشيء عبارة عن قمع للحرية وليس تنظيف السوشيال ميديا. قالوا بانه تمنع الشخص بانه يعبر بكلامه او بشيء هو يسويه ويستمتع به بدون ما يأذي الناس الآخرين، هو بالتأكيد قمع للحرية. والصراحة ما شفنا أي شيء من عبود سكيبة يأذي ناس أو يؤذي فئة معينة، بالعكس جاي يضحك الناس بالأكسنت الحلو مالته واللغة اللي ما يتقنها أصلا. الموضوع كله صار بعد ما الناس رجعت للمعايير اللي حطتها وزارة الداخلية بموضوع المحتوى التافه، وشنو المعايير اللي يعتقل صناع المحتوى من خلالها. واحدة من هاي المعايير واللي صار عليها لغط جدا كبير اللي هو الذوق العام. بالنسبة للذوق العام ما اعتقد انه هو معيار عم تحطه بمثل هيك قرار، برأيي الشخصي طبعا، لان الذوق العام يختلف من شخص الى اخر، ومن عائلة الى اخرى، ومن قبيلة الى اخرى، ومن دولة الى اخرى، ومن منطقة الى اخرى، ومن محافظة الى اخرى. فما اعتقد لازم تحط مثل هيك معيار وتحاسب من خلاله. لحد الان وزارة الداخلية ما اعطت المعيار اللي اتخذت بهذا القرار. فبعد هذا الشيء صار اكو هواي ناس معارضين لقرار وزارة الداخلية، وقالوا لازم وزارة الداخلية ترجع بقرارها وتنظم قراراتها من جديد. فبآخر حلقة من برنامج البشير شو التقى أحمد البشير بخبير سياسي من النجف، وقال ماكو أي قانون يحرم على الشخص إنه يصير تافه أو يجرم الشخص بحكي صحيح. أتمنى تطلع وزارة الداخلية وتوضح شنو جاي يصير، وتحط النقاط على الحروف وتوضح المعايير اللي جاي تتجه إليها، على مود الناس تكون على وضوح وعلى بيان وعلى ثقة بوزارة الداخلية. لأن لحد الآن ثقة الناس بالحكومة هي جدا ضئيلة، وأفضل حل إنه ترجع هاي الثقة بأنه توضح للناس كل شيء جاي يسوي. فأتمنى من وزارة الداخلية توضح كل شيء جاي يسويه من ناحية هيك قرارات. وبرأيك عزيزي المشاهد، هل وزارة الداخلية سرعت بمثل هيك قرار؟ هل من المفروض أن وزارة الداخلية قبل لا تعتقل بالسنة والسنتين تنبه صناع المحتوى التافهين انه يابه كافي هيك محتوى تافه؟ يا ترى هل راح نشوف تغير بقرارات وزارة الداخلية من بعد الحملة اللي صارت؟ هل راح نشوف تطورات بخصوص هيك موضوع؟ احكي لي عزيزي المشاهد رأيك بالتعليقات عن الموضوع، وبرأيك هل قرار وزارة الداخلية صحيح ام غلط؟ وشنو المعايير اللي لازم تحطها وزارة الداخلية؟ بس قبل ما انهي المقطع، لحد هاي اللحظة اكو نسبة اكثر من 90% يشاهدون القناة بس ما مشتركين. اشترك، حطوني مواضيع احكي عنها، لان الفترة الجاية وبمجي المدرسة ما اعتقد انه راح اقدر انزل بكثرة، على اساس انا بالعطلة شلون نزلت بكثرة، يعني مغزارة ما شاء الله. واشوفكم بالحلقة الجاية، مع السلامة.